لأن كريم شخصية سطحية قوي وبتاع مظاهر ومش قد المسؤولية، بيشتغل يوم و10 لأ، وأنا خايفة عليكي منه. فكرت في كلامها، بس أمي كانت مقتنعة بيه جدا وقالت لي لأ، لازم توافقي. هما دول شوية، دول عندهم محلات مش محل واحد، يعني هتعيشي معاه مرتاحة، غير إن عنده شقته وعنده عربية. كنت وقتها محتارة بصراحة أوافق ولا لأ، لحد لما أمي أقنعتني إن فرح أختي بتقولي كده عشان غيرانة مني إني هتخطب الأول، لأننا قريبين من بعض في السن بس أنا الأكبر. ورغم إن فرح كانت طيبة وما كانش في نيتها حاجة، إلا إني صدقت ماما، لإني كنت عايزة أتجوز راجل غني. وفعلا اتخطبت لكريم، وفي الوقت ده فرح اتقدم لها ياسر، وده كان المعيد بتاعها في الكلية، وكانت إمكانياته على قده قوي، مقدم على شقة ولسه ما استلمهاش ومرتبه مش كبير قوي، بس هي كانت فرحانة وموافقة بيه وشايفة إن عنده طموح وليه مستقبل. وفعلا أنا اتجوزت وبعدها أختي فرح اتجوزت، وعدى الوقت وأنا وجوزي كنا مبسوطين مع بعض في الأول، وعدى وقت مش كبير وكانت أختي فرح حامل، ووقتها فرحت لها قوي، بس خدت بالي أنا ليه اتأخرت في الحمل. وقررت أنا وجوزي إننا نروح نكشف، وفعلا الدكتور ادانا علاجات وأدوية، وبعدها بسنة حملت. وطبعا كانت فرح ولدت، وعشان كده الفرق بين عيالها وعيالي حوالي سنة، رغم إن أنا اللي اتجوزت الأول وأنا الأكبر. المهم إن بعد ما خلفت كريم جوزي اتغير خالص، أو بمعنى أصح بان على حقيقته، إنه مش قد المسؤولية. ورغم إن عنده أملاك كتير كان بينزل يشتغل يوم و10 لأ، وكمان ما كانش عارف يدير شغل أبوه ولا عارف حتى يشرف عليه. كان مهمل جدا وكان بيصرف الفلوس وبس، لحد ما أبوه مات والأملاك والمحلات اتوزعت على كريم هو وأخواته. ولما كريم خد ورثه قلت له كتير قوي يحافظ على فلوسه ويستثمرها وينزل محله ويشوف شغله، لكن هو كان مهمل جدا وبياخد الفلوس يصرفها على أصحابه ويضيعها، لدرجة إن في أيام أنا كنت بنزل أدير الشغل بداله عشان أحافظ على اللي اتبقى من الفلوس. لكن طبعا مع 3 عيال صعب استمر في حاجة زي كده، وفضلنا على الحال ده لحد ما كريم فلس وما بقاش معاه أي فلوس. قلت له بعدين هنعمل إيه؟ الله يخرب بيتك، ضيعت فلوس عيالنا، هنعمل إيه دلوقتي؟ دي الفلوس اللي كانت حيلتنا واللي هنربي بيها عيالنا، هنعمل إيه دلوقتي يا فالح؟ ياما نصحتك وقلت لك اهتم بالشغل وحافظ على القرش، لكن انت